يا ديما انا متاكده انا سالتك على ده. حتى ساعتها قلت لي خطير وانجزي واشتريه عشان لو سبتيه ممكن اي حد ياخده. تلاقيني اكيد قلت لي كده عشان اريح دماغي من كتر اللف والافوره والتركيز في كل التفاصيل، كأن ما حدش جاله عريس غيرك. وبعدين انا عايزه افهم حاجه، لما انت عامله كل ده وهو مجرد عريس، امال بقى لما تتخطبوا هتعملي ايه؟ خلاص يا جماعه، اي حاجه بسيطه هتكون حلوه وجميله، مش معقول هنتخانق على كل حاجه. لا هو انا هلبسه كده كده ان شاء الله يا ماما، وربنا يتمم على خير. بس انا مستغربه ان هي هناك يعني قالت لي راي وجت هنا غيرت رايها تماما في البيت. يا ربي هتعملوا حوار وهتاخد وتدي. الله يقويك يا ماما، انا داخله اغير هدومي. لا ولا حوار ولا حاجه، هدخل حاجتي. ماشي يا حبيبتي. ماما شفتي ديما منزله على السوشيال ميديا بتاعتها عليا؟ ايه منزله ايه؟ مصوراني وانا بلف انقي اللبس وكاتبه اسوأ حاجه لما تنزل تلاقي لبس مع شخصيه متردده زي اختي، وخصوصا لما اكون انا ما خدتش القهوه بتاعتي. ربنا يعدي اليوم ده على خير. طب يا حبيبتي ما تعدي